كتابة عريضة الدعوة. هنا النفقة الزوجية حسب المادة 46 من قانون المرافعات المدنية. بداية نبتديها بسم الله الرحمن الرحيم، ومن بعدها إلى من توجه هذه الدعوة. طبعا كل الأسماء والتواريخ راح نفرضها فرض. إلى السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة المحترم. المدعية فاطمة محمد علي من سكنة بغداد الجديدة، وتكتب الزقاق والمحلة والدار. وكيلها المحامي حسين عادل الشمري. المدعى عليه خالد عماد خضير من سكنة منطقة السيدية، وكذلك تكتب الزقاق والمحلة والدار. ومن بعد راح تنتقل إلى جهة الدعوة، وهي عبارة عن شرح بسيط لهذه الدعوة، وتبدأ بكتابة أن المدعى عليه هو زوج موكلتي الداخل بها شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج الصادر من محكمتكم الموقرة، وإذا كانت من غير محكمة فنكتب اسم المحكمة بعدد كذا وبتاريخ 17/2/2020، وقد ترك موكلتي بدون نفقة ولا منفق شرعي منذ، نكتب تاريخ افتراضي ولنفرض 14/2/2021. هي وابنتها القاصرة تبارك ولدت في 2/8/2019. بعدها راح ننتقل للمطالب. أولا أطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه بعريضة الدعوة. ثانيا أطلب الحكم بالنفقة الماضية من تاريخ الترك والمستمرة بعد إقامة الدعوة وللطفلة تبارك. ثالثا أطلب نفقة مؤقتة للزوجة وطفلتها وفقا لأحكام المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية. رابعا تحمله مصاريف الدعوة وأتعاب المحاماة، ونرفقها بعبارة مع الشكر والتقدير. بعدها راح نكتب اسم المدعية وهي فاطمة محمد علي، وكيلها المحامي حسين عادل الشمري بموجب الوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل بغداد جديدة بعدد عمومي كذا وتاريخ كذا ولهذه الوكالة. بعدها تجي للأدلة والإثباتات. أولا صورة ضوئية حديثة مصدقة من عقد الزواج. ثانيا صورة ضوئية لهوية الطفلة تبارك. ثالثا كافة البيانات الأخرى. وهيك صارت عندك عريضة دعوة. طبعا المتحدث بهذه الدعوة كان هو المحامي.